مفيش حاجة اسمها الزوج غير ملزم، ولا في حاجة اسمها الزوجة غير ملزمة. اللي يقول لك كده يبقى قول له مع ألف سلامة وما عطلقش، لأن المفروض الاتنين ملزمين على إكمال الحياة الزوجية، ملزومين على لأنهم هم عمدان البيت أو جدار البيت، هم المفروض الحيطان اللي شايله البيت. ما ينفعش السقف يتشال من غير عواميد او من غير حيطان تشيله، لا هم دول. ما ينفعش يقول لك اصل الست هي المفروض دي عمود البيت وما ينفعش البيت يكمل من غيرها، لا نفس النظام برضو الزوج ما ينفعش الحياه تكمل من غيره، ما ينفعش البيت يبقى البيت الاولاد يطلعوا عايشين من غيره، او اللي هم ما يبقوش عارفين الاباء حاجه عن اولادهم، او عارفين ان هم عايشين ازاي، او يبقوا عارفين حاجه عن تربيتهم. لا المفروض الصح اللي يتعمل ان الحياه تبقى مشاركه، تعاون، مبنيه على الود ومبنيه على الحب والاحترام المتبادل، مبنيه على الحياه. المفروض يبقى يكملوا بعض، الزوج والزوجه لازم يكونوا بيكملوا بعض. ما ينفعش ان الزوج يعيش في ملكوت لوحده والزوجه نفس النظام في ملكوت لوحدها. ما ينفعش ترمي الحمل عليها هي، وما ينفعش برضو انت ترمي الحمل عليه. لا الحياه تعاون ومشاركه. لو انتوا قادره ان انت تنزلي تساعديه في مصاريف البيت، انزلي. انت قادر تساعدها في شغل البيت، ساعدها. لان رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام كان بيساعد زوجاته، ولا عيب ولا حرام. ما تقوليش بقى ان الزوجه المفروض هي اللي عليها كل حاجه، والمفروض هي اللي تشتغل، والمفروض ان هي تعمل كل حاجه وتربي الاولاد وتعمل. لا مفيش الكلام ده. الحياه لو ما كانتش مبنيه على الحب والموده والرحمه ومبنيه على المشاركه والتعاون، يبقى بلاها منها، يبقى ده زواج فاشل. معلش يا كده، لا ما ينفعش خالص. وفي بقى ازواج ممكن يقول لك احنا هنكمل ونعيش عشان خاطر اولادنا او عشان خاطر المركب تمشي. احب اقول لكم اللي هيعيش عشان خاطر المركب تمشي يبقى في النهايه المركب هتغرق بيكم. ما ينفعش ان البيت يقيم من غير زوجه او من غير زوج، الا اذا كانت في حاله واحده، الا اذا لا قدر الله حصل حاله وفاه سواء لاحد الطرفين، سواء للزوجه او للزوج، فده والطرف الثاني قرر ان يكمل حياته بدون الطرف الاخر عايز يعيش على ذكراه ويكمل ويعيش ويربي اولاده. فدي حاجه بتبقى اراده ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي عايز كده. فربنا سبحانه وتعالى بيقدرهم على العيشه وبيقدرهم على ان هم يعيشوا على ذكرى وفاه ازواجهم او زوجاتهم. للاسف معظم الزواجات بقت بينهم خرس زوجي، بمعنى ان كل زوج وزوجه كل واحد قاعد باصص في شاشه تليفونه، وهو ده اللي بيعملوه، وكل واحد عايش حياته. حتى ساعات والله العظيم بيبقوا بيكسلوا ان هم بيبقوا قاعدين في بيت واحد في مكان واحد، وبيكسلوا ان هم يروحوا يقولوا لبعض مثلا احنا عايزين كذا، لا ممكن يبعتوا لبعض مسج وهم قاعدين في البيت. هو ده والله العظيم اللي بيحصل. فللاسف فين الحياه بقت بتاعت زمان؟ فين الود؟ فين الحب؟ فين الاولاد اللي كانوا الاول يبقوا قاعدين ملهوفين على ابائهم لما يجوا من الشغل يجروا يفتحوا لهم الباب وما يصدقوا ان هم ياخدوهم بالحضن؟ ما بقاش في الكلام ده. فين جو الالفه؟ فين جو الحب بتاع زمان؟ فين اهالينا اللي ربونا على كده؟ الجيل اللي طالع ده بجد يعني كان الله في عونه، لان بيطلع مش لاقي فيه حب، مفيش ألفة، مفيش وفاء ما بين الاب والام. فبالتالي هيطلعوا نفس الحكايه برضو عايشين على كده، هيكملوا المسيره. فبالتالي بيطلع لنا جيل معقد، او جيل غير سوي، او جيل مش عارف يعني ايه حياه، يعني ايه مسؤوليه، يعني ايه بيت، يعني ايه اسره. فاللي مش عارف يا جماعه ان هو يكون قد مسؤوليه بيت واسره، فبلاش يتجوز احسن. بلاش تفرحوا بجواز اولادكم في سن صغير وهم مش فاهمين يعني ايه جواز، ويعني ايه خلفه، ويعني ايه بيت، ويعني ايه مسؤوليه. لان في النهايه هيحصل انفصال وهيحصل مشاكل كتير. فلازم يكون في توافق بينهم. لازم تعلموا اولادكم ازاي يتعاملوا مع زوجاتهم في البيت، او تتعامل مع زوجها في البيت. فده المفروض الصح، اساس التربيه السليمه من البيت.